طيب بالصلاة على النبي كده يا جماعة، كده النبي شوفوا لنا كده طيارة النادي الأهلي كده بالله عليكم، خلوها تسخن كده عشان إيه أنا بإذن الله كده عشان نطير سريعا كده إلى أم الدنيا القاهرة. عشان بصراحة الفريق ده مش جاي يلعب كورة، الفريق ده جاي يعكنن على الجماهير وجاي يقرفهم بصراحة. فأنا شايف يعني الناس تسخن كده، ومش مهم يعني ماتش بورتو ده مش هيفيدنا بحاجة. أصل في ناس تاني دماغها كده مهوياه بتقول لك لو كسبنا ومش لو كسبنا. يا عم صلي على النبي بقى، بلا كسبنا ولا بتاع. أنت يعني أنت إيه يعني؟ أنت هتصعد بفرق الأهداف؟ طب أنت فين اهدافك انت اصلا في البطوله كلها اصلا؟ ولا انت عايز تنزل يعني فرقه زي بورتو دي يعني تغلبها اربعه يعني، ولا تغلبها خمسه عشان تصعد بفرق الاهداف؟ فده مستحيل حضرتك. اما انت انتر ميامي اللي كان الفريق كله عواجيز وكان مشطب كوره، ما انت ما قدرتش تعمل معاه حاجه. فانت يعني ايه ظروفك يعني؟ فاللي عشمان ان النادي الاهلي يوصل لدور ال 16 ده عشمك بقى مش في محله انت كده. يقول حله يا حله بقى. فبالله عليكم يا جدعان سخنوا الطياره كده، عشان بصراحه يعني اللعيبه انت فاهم مش فاضيه. اللعيبه يعني ايه؟ عايزه تخلص كاس العالم كده وترجع انت فاهم. اللي هيروح بقى مارينا، اللي هيروح الساحل، اللي هيروح يصيف مع العيله بتاع الكلام ده. احنا مش فاضيين يا باشا عادي. احنا رحنا امريكا خدنا الصورتين الجمال والانستا وبتاع والستوري كلام حلو يعني، وصورنا مع ميسي وزي الفل. وهم دول اللي كانوا عايزين ان هم يتصوروا مع ميسي بس. يعني انت كاس العالم بالنسبه لك وبالنسبه لي اللعيبه دي هو بس ايه يعني؟ هي ترفيهيه بس يعني. لكن نوصل دور ال 16، طب يا عم دور ال 16، طب يا عم طب بلاش دور ال 16، خليك في المجموعات بس. قدم طيب بمباراه حلوه يعني تليق باسم النادي الاهلي، بعبع افريقيا زي ما بيقولوا. ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده. فانت خلاص بقى. فبالله عليكم يا جدعان عايزين طاقم اللي على الطياره بالله عليك يسخن، عشان النادي الاهلي باذن الله يرجع لام الدنيا القاهره. عشان ايه مش فاضيين بصراحه. احنا ايه؟ احنا جايين نهزر. احنا جايين نهزر وجايين نعكنن على الجماهير بس مش اكتر. احنا جايين نعكنن على الجماهير بس مش اكتر. بس هي اللعيبه خلاص ذهنيا مش موجوده. يعني ذهنيا يعني حتى الناس اللي كنا متعشمين فيها، والناس اللي كنا قلنا خلاص يعني داخله كاس العالم، وناس لعبت في اوروبا وعندها خبره وعندها كل ده طلع بلح. يعني كل ده طلع بلح. تمام. فبصراحه يعني ايه مباراه، انا شايف من وجهه نظري بصراحه النادي الاهلي ما يستحقهاش. وبنفس الوقت برضو بالميراس يعني مش هنقول بالميراس يعني الفريق اللي عمل مباراه واو اللي هو يعني كان عامل خطوره كبيره يعني ما فيش. هو خلاص انت هدف جه عكسي والهدف الثاني ملعوب بصراحه يعني يعني الهدف الثاني ده ملعوب يعني ملعوب. احنا بنشوف مرتده جميله جدا، فهو خلاص نهلك الماتش. فهو نهلك الماتش وقفل لك الدنيا خالص. فمحمد هاني الله يبارك لك يا محمد هاني، الله يبارك لك يا اللي من زمان قوي عمالين بنقول محمد ناشي ومحمد. طب انت هتفضل ناشي يا ابني لحد امتى؟ وبعدين ثم محمد اللي بيقعد يعمل تاكلينج يا محمد، ما بيجيش يا محمد من ورا اللعيب وبيجي يعمل تاكلينج يا حبيب قلبي. انت المفروض بتلعب كوره، انت المفروض بتلعب كوره. مفيش حد بيجي في ظهر اللعيب ويعمل تاكلينج. انت كده بقى انت عايز تقص اللعيب. فانا كان عندي قصيت اللعيب وكنت خدت طرد وما كنتش لعبت الماتش اللي جاي وكنا ارتحنا وخلاص وعادي قشطه عادي مفيش مشكله. احنا ممكن نلعب في المركز ده باي حد الا محمد هاني. يعني احنا ممكن المركز ده نلعب باي حد الا محمد هاني. تمام. انا اللي اعرف يا محمد انت عايز تعمل تاكلينج يا حبيب قلبي تمام، بتطلع قدام اللاعب وبتعمل تاكلينج عشان تقطع الكوره. لكن ما تجيش في ظهر اللي معاه الكوره وطالع الهجمه تعمل تاكلينج من ورا كده يا حبيب قلبي. انت كده ممكن تقص يا حبيب قلبي وتاخد طرد وتحرمنا عاد الماتش الجاي قشطه مفيش مشاكل. يلا مع السلامه. وبعدين انا عندي برضو مدرب يا مدرب يا فاجر، يا مدرب يا فاجر وربنا اقسم بالله انا مش عارف والله بتجيبوا لنا مدربين منين يا جدعان. والله مش عارف بتجيبوا لنا مدربين منين. ابقى عندي بن شرقي بره وقعدوا. يا عم ما انت لعبت بنفس الخطه دي الماتش اللي فات وما جابتش معاك خالص. انت زيزو خلاص انت عمياني كده زيزو تمام والجبهه الثانيه تريزيجيه. طب تريزيجيه طب ما خلاص ما انت شفت الماتش اللي فات ما فيش خالص وضربه جزاء مضيعه والدنيا. طب ما تجرب الواد اللي بره ده اللي نزل بسم الله ما شاء الله يعني حول المباراه وعمل تسديدتين حلوين قوي قوي قوي. ما تبدا بيه يا عم ايه المشكله؟ ما تبدا بيه ايه المشكله؟ ولا في حد بره يقف على الخط يوجه اللعيبه ولا يشخط في اللعيبه ولا يقول للعيبه تعالوا ولا يقول لا. مفيش يا جدعان سايبينها كده سداح مداح سداح مداح. فبصراحه اقسم بالله العظيم يعني لا اللعيبه دي اقسم بالله فقعت الجمهور فقعه اقسم برب العزه ما لها حل. والله العظيم لعيبه تفقع لعيبه تفقع. السلام عليكم يا جماعه.